لو عايز تضاعف فلوسك استثمر في اعلى فندق في افريقيا. انا محمد عشري، شركه اي ساند بروبرتيز، موجود دلوقتي في شركه نايل ديفلوبمنتس. دي من اكبر الشركات الموجوده في العاصمه الاداريه، وبخبره اكتر من 20 سنه في السوق العقاري المصري، وكمان الراعي الرسمي للدوري المصري دوري نايل. الفتره الاخيره كلنا ملاحظين ان الاستثمار الفندقي بقى عليه طلب عالي جدا، لان بقى في نسبه نمو عالي في السياحه، مش بس السياحه الاثريه، كمان بقى في اقبال على السياحه الدينيه والتاريخيه والسياحه الرياضيه والعلاجيه وسياحه المعارض والمؤتمرات. بالاضافه ان مصر كمان بقت اكبر دوله في المنطقه لجذب المستثمرين في كل المجالات. عشان كده شركه نايل بتقدم لنا تايكون تاور، اعلى فندق في افريقيا بارتفاع 233 متر، وده تاور من ضمن الفور تاورز الموجودين في نايل بيزنس سيتي، اعلى مدينه رأسيه في افريقيا. جولدن بوينت العاصمه الاداريه على النهر الاخضر مباشره، وعلى محور محمد بن زايد، اكبر شارع في العاصمه بعرض 124 متر. شركه نايل دايما بتفكر باختلاف وبخطوات مدروسه جدا ومبتكره. لما فكروا ينزلوا بفندق اختاروا صح، جراند ميلينيوم، وده من اكبر الفنادق الموجوده في العالم بحوالي 150 فرع في 80 دوله حول العالم. لما جم يختاروا اول فرع ليهم في افريقيا اختاروا تايكون تاور. تخيل حضرتك لما يكون استثمارك في الفرع الاول والوحيد لفندق جراند ميلينيوم في قاره افريقيا كلها، هتكون قلقان من الاستثمار؟ ببساطه لان اغلب العملاء لما بينزل في اي فندق ويعجبه، لما بيسافر اي دوله بيختار ينزل في نفس الفندق، لانه بيكون ضامن ان مستوى الخدمه واحد في كل الفروع. وده ضمان لحضرتك ان في عملاء الفندق جراند ميلينيوم في 150 فرع حول العالم لما هيجوا ينزلوا مصر هيختاروا ينزلوا في فندق تايكون تاور. دلوقتي والاول مره في مصر بنظام فيرتكس هتقدر تستثمر في وحده فندقيه، واخر قسط هتدفعه عند الاستلام بالنظام اللي هيضمن لك اعلى عائد ايجاري من اول الاستلام. انت لسه هتستنى الفرصه دي كمان تضيع منك؟ اعمل ساين اب دلوقتي او ابعت لنا واتساب وهكلمك اشرح لك تفاصيل تايكون تاور ونظام فيرتكس، وهساعدك في اختيار الوحده الفندقيه المناسبه ليك.